السلام عليكم. الجمعة اللي فاتت ليبي، المرة هذية كردغلي. الحكاية شنو؟ هذه تونسية في السعودية حلوا مطعم جديد، ديكور على سيدي بوسعيد، على تراديسيونيل تونسي. وتحكي في وسط الفيديو قالت المطعم هذايا تونسي 100%، والمأكولات كلها تونسية 100%. يجي الكردغلي هذا الجزيري اللي لعب فيها سعودي، شوفوا جابوا له الماكله. بدي اول حاجه يتهكم كوم ما يعرفش ينطق الملوخيه وما يعرفش ينطق الكسكسي، وجي على اللوبيا وقال هذه لوبيا جزيريه على خاطر هو جزيري مسخ. لكن الطفله يرحم والديها قالت له لا، لوبيا تونسيه. وكم لاعبها ما يعرفش الكسكسي وما يعرفش الملوخيه، وكل لغه الجزيريه اكل ضيفهم والله لا تبارك لهم. يقول القايل انسان استدعاك وقال لك راهو الماكله هذه تونسيه، يعني لازمك تسكر فمك وما تحلوش. لكن هو عاود نفس الحكايه نورمالمون. صلحت لك المعلومه، ما عادش تعاودها يا كردغلي. يقول لك هذه لوبيا جزيريه باش يوريك قمة الخيانة، وتجري في دمهم مادام عندهم شعرة وأحفاد شارديغول، الغدرة والخيانة. تبقى من بعد في وسط الماكلة قال أنا هو أعز حاجة، سألوه أنا هو أعز حاجة، قال لك هذه بحكم هو في مخه اللي هي لوبيا جزيرية، وبعتالي الملوخية وبعتالي الكسكسي. وبعد ما شبع وكلي فوق من هذا كليكا في مطعم تونسي ومستدعيته تونسية وزيد ما يدفعش فلوس، ويجي يقول لك 1 2 3 وقت الكلمة هذيك كمان نقول لك 1 2 3 فيفا لا تونيزي يا كردغلي يا جزيري يا حفيظ شارديغول. الخيانة تجري في دمكم، اللي يبارك لكم تقعدوا حياة أعماركم خونة.